السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية فيديو جديد معكم يا جماعة، هبة في المطبخ. النهاردة هنعمل برجر ومعاه بطاطس مقلية. تعالوا نشوف الطريقة والمقادير. اول حاجة انا هنا اهوت جبت يعني حوالي ربع كيلو فول صويا ونقعته، وبعد كده اهوت بتصفيه كويس جدا وتنزلي عليه بالكبة، ونزلت كمان ب2 كيس كاتشب او معلقتين كاتشب لو في كاتشب سايب، وهنا اهوت معلقه كبيره مستردة، وكمان حطيت خلطه البرجر ده كيس بيجي جاهز، ومعلقه كده صغيره بيكنج باودر عشان تساعد على ان البرجر برضو ما يكشش وهو بيستوي. هنا معلقه ملح، مكتريش الملح لان التوابل الجاهزه ممكن يكون فيها ملح. حبة فلفل اسمر، ملح وفلفل بس لان البهارات اللي جايبينها ديت فيها كل شيء. نبدأ بقى نضربهم كويس بالكبة. يبقى انا كده ضربت الفول الصويا مع توابل البرجر مع الملح مع المستردة مع الكاتشب والفلفل الاسمر. بعد كده تنزلي بايه، بدل في ناس بيحطوا بيضة، انا هنا نزلت ب2 مايونيز، 2 كيس مايونيز او معلقتين صغيرين مايونيز. وبعد كده بتنزلي باللحمة دولت نص كيلو. النص كيلو بياخد كيس خلطة البرجر، وهنا هوت معلقتين بقسماط كبار. نزلي بمعلقتين بقسماط وتكملي ضرب كله في الكبة عشان تنعمها لي كويس جدا. لو ما عندكيش كبة طبعا بتفضلي بقى بايدك وتبداي تخلطيها جامد، تعجنيها قوي لحد ما تبقى القوام دوت، توصل للقوام ده. هنا انا ما عنديش مكنه البرجر او رحت جبت غطا او اي غطا، تحطي الكيس الاول وتبداي تشكلي عليه شكل البرجر براحتك بقى. الغطا عايزاه كبير صغير، انا هنا غطا كبير شويه عشان انا بحب البرجرايه ما شاء الله كبيره. بس بعد ما شكلت الكميه بقى هنا اهوت نزلت بمعلقه زبده. بتقطعي بصل حلقات وتنزلي بيه في الطاسه، يا دوبك تتبليه كده. بس انا كنت حاطه له رشه ملح وفلفل. استمري بقى لحد ما يدبل البصل شويه معاكي، وبعد كده تخرجيه. ونبدأ بقى بعد كده ان شاء الله في تسوية البرجر. يا ريت يا جماعة اللي وصل لحد هنا وما عملش لايك يعني يدوس لايك ويعمل اشتراك اللي ما عملش اشتراك للقناة، وتفعيل الكل علشان تشوفي اي حاجة انا بنزلها. هنا دلوقتي خلاص تبلنا البصل شوية، بخرجه من الطاسة. هنزل بقى بحوالي يعني حاجة بسيطة كده، يعني نقطة زيت علشان ابدأ اسوي البرجر ده. صراحة انا كنت مظبطاه وحطاه في الفريزر قبلها بيوم، او ممكن مثلا لو تعملي في نفس اليوم عادي ساعة كده يمسك كده بس مع بعضه، وبعد كده تبدأي تسويه. بعد ما شكلته تقعدي بقى تقلبي فيه من ناحيتين، ويا ريت الطاسه تكون ما بتلزقش، تكون طاسه تيفال. هنا جبت جبنه شيدر او فلامنك، ممكن ينفع برضو جبنه فلامنك، وتحطيها بقى يا دوبك تسيح كده وتبداي تشيلي البرجر. ونبدا هنا بقى في نفس
يعني الزيت اللي كان او مكان تحمير البرجر بتحمصي العيش بالطريقة دي كده اهوت شوية، بيتحمص شوية معاكي، بيدي برضه ايه قرمشة كده وانتي بتاكلي رغيف البرجر، بيبقى طعمه حلو، كمان بيبقى واخد من طعم اللحمة زي ما انت شايفة كده. وبعد كده بقى هنخرجه. هنا انا عملت الخلطة عبارة عن مايونيز ومستردة وكاتشب، تحطيهم مع بعض وتقلبيهم. ده الصوص اللي انت هتنزلي بيه في العيش الاول، وبعد كده بتبداي تحطي خس اي نوع، كابوتشا او خس عادي، انزلي عليه بقى بقطعة البرجر، حطي حلقات بصل يعني بالترتيب ده. الطماطم برضو انا هنا حطها يعني مش مشوحاها، وممكن تشوحيها برضو ايه بعد البصل، يعني تديها تشويحة كده في الطاسة، بتدي طعم برضو حلو، بس انا هنا حبيت ان انا اسيبها كده ما شوحتهاش. هكذا بقى ايه كل رغيف تعمليه كده. انا اقدملكوا بس اتنين اوريكوا الشكل وانتوا كملوا مع نفسكم. كنت جايبه خيار مخلل، اللي حابب يحط خيار يحط، مش عايز خلاص. نفس القصة، بصل وطماطم. طبعا انا كنت مقدمة معاها بطاطس، قليت شوية بطاطس حطيتها معاها، في طبعا كاتشب زيادة للي عايز يحط. حاجة نضيفة في البيت انتي اللي عاملاها وضامنة انتي عاملاها ازاي، عارفة لحمتها وعارفة كميتها، وده الشكل النهائي ليها. قومي بقى جربيها ومتنسينيش في اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. اسيبكم في رعاية الله وامنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.